أكدنا في الليلتين الماضيتين أن الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام صديقة شهيدة معصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، وروت لنا حديث اللوح الأخضر، وهو حديث عظيم شريف يشتمل على أسماء الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، ويعتبر نصاً على إمامتهم. والحديث من حيث السند صحيح، بل هو متواتر، ويستحب للإنسان أن يسمع هذا الحديث وأن يحتفظ به. نعم، وسأتلوه عليكم إن شاء الله. أبو بصير الراوي لهذا الحديث يقول: لو لم تسمع في دهرك كله إلا هذا الحديث لكفاك، وصنه إلا عن أهله. صنه إلا عن أهله، يعني اللي يستاهل عطه إياه، وأنا أشوفكم تستاهلون. فبعطيكم نسخة، أعطيت نسخة شيخ إدريس، خذوها منه وكثروها، وسأقرأه عليكم. اصغوا بقلوبكم إلى هذا الحديث الشريف وضعوه في بيوتكم بركة. اللهم صل على محمد وآل محمد في الكافي الشريف بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، قال أبي لجابر ابن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: أي الأوقات أحببته؟ فخلا به في بعض الأيام، فقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب؟ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنأتها بولادة الحسين عليه السلام، ورأيت في يديها لوحا أخضر، ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطيته أمك، فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام
فقرأته واستنسخته. فقال له أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر، فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر، انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر في نسخة فقرأه أبي فما خالف حرف حرفا. فقال جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عندي رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي. إني أنا الله لا إله إلا أنا، قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين. إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإياي فاعبد وعلي فتوكل. إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا. وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك وصبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة. جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر علمي والمعدن لحكمتي. سيهلك المرتابون في جعفر، الراد عليه كالراد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. انتجبت بعده موسى وأتيحت بعده فتنة عمياء حندس، لأن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وأن أوليائي يسقون بالكاس الأوفى. من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي. ويل للمفترين الجاحدين. عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي وليي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوة،
وأمتحنه بالاضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارثي علمه، فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي. لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه، وشفعته في 70 من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. وأختم بالسعادة لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن، وأكمل ذلك بابنه ميم حاميم دال الحجة عليه السلام رحمة للعالمين، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، فيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم، تصبغ الأرض بدمائهم، ويفشو الويل والرنين في نسائهم. أولئك أوليائي حقا، بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآصار والأغلال. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال عبد الرحمن بن سالم قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فضله، لكفاك، لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله. أما يعني اللي ما يستاهل لا تعطي هذا الحديث. مصادر الحديث: الكافي للكليني كتاب الحجة، نعم، باب ما جاء في الأئمة 12 عليهم السلام، وورد في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، وورد في كتاب عيون أخبار الرضا، باب النصوص على الرضا عليه السلام، وورد في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وفي مصادر أخرى، وفي الطبرسي، نعم، في كتاب إعلام الورى بأعلام الورى للطبرسي، إلى غير ذلك من المصادر العظيمة. ما أعظم هذا الحديث الشريف الذي أتحفتنا به الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها.